بلبن ملك الاختراعات منزل اختراع جديد عبارة عن عصير في العيش. ده اكله ولا اشربه يا بلبن؟ اول حاجة ما تنساش تصلي على النبي وتدعي لاخواتنا في فلسطين والسودان. بلبن نزل من فترة اختراع جديد اسمه لهاليب ويحيح، وبعيدا عن الاسم الغريب كعادة بلبن في تسمية اختراعاته، بس هو بيكون عبارة عن طبقتين من عيش كايزر بريوش، وبيتحط جواهم بولة ايس كريم كبيرة او بولتين صغيرين، وبيتقفل العيش ويتحط في ماكينة توستر زي بتاعة الوافل. المفروض انه بيقفل العيش من كل الجوانب ويديله تحميصة من فوق مع لوجو بلبن. في منها انواع كتير زي اللوتس والبندق والاوريو والعسليه والمانجا والفراوله والبيستاشيو والحليب والفلافل. جبنا منهم 3 انواع وهنشوف الاختراع ده هو علينا ولا ما علينا. اول نوع كان لهاليب اوريو، وده ب 45 جنيه. المفروض ان الاوريو بيتحط عليه شوكولاته سايحه زي الصوره اللي انتوا شايفينها، ولكن الاوردر اللي كان جاي لي هو عباره عن الايس كريم في العيش وبس. ورغم اني يا دوب عديت السكه بس عشان اصور، ولكن الايس كريم كان سايح جدا جوه العيش، وكان عباره عن ميه حرفيا زي ما انتوا شايفين. الايس كريم اتقلب